مرحبا بك معنا أستاذ خليل أيت بلال في بلاطو إيميرو 24. أول شيء بغينا نهنيوك على الفيديو اللي درتيه في يوتيوب واللي حقق مشاهدة عالية، اللي كان يعني سبيسيال وعجيب وغريب في نفس الوقت. Lisa Pietersen. Hi Lisa, hallo, hoi, vertel eens. Nou, ik heb een wens. Ja, daarom zit je ook in het wensenvak. Ja, dat klopt. Nou, mijn wens is om omroeper van de moskee te zijn. Een vrouw heeft een wens om omroeper van een moskee te zijn. Waar komt dat vandaan? Nou, vorig jaar zijn we naar Turkije geweest en liepen altijd op de boulevard. En toen hoorden we altijd dat gegalm. Ik denk, nou, het lijkt me We wel hebben leuk om te namelijk proberen. Galil. Dames en heren, geen applaus, hier is Galil. Wat is jouw functie, Galil? Ik treed wel eens op als gebedsoproeper. En wat houdt het dan in, precies gebedsoproepen doen? Dan doe je een oproep tot het gebed, Ja. naar de gelovigen toe. Ja. Dat wil jij leren. Ja, dat lijkt me echt heel leuk. Leren in korte tijd. Nou, we kunnen het proberen. Doe eens een stukje voor, wat ga je haar dan leren? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. بغينا نعرفوا حيثيات ديال المشاركة ديالك في برنامج هولندي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كنشكركم برنامج إيميرو 24 على الجهود وعلى هذه المبادرة وهذا الاستجواب. ثانيا الحيثيات على هذا البرنامج هذا والمشاركة ديالي مع هذا البرنامج يعني كانت أمور غريبة وعجيبة، يعني لأنني ما كنتش متوقع من برنامج بحال هذا باش شي نهار يتصل بيا شي واحد من ذاك البرنامج ويقول لي اجي أذن عندنا في البلاطو عندنا، فكانت مفاجأة كبيرة. الى الان انا ما عرفتش شكون اللي وصل لهم السميه ديالي وشكون كيفاش الحيثيات توصلوا لعندي باش يسولوني باش انا نكون المؤذن في ذاك البلاطو. الى الان ما عرفتش. شنو هو الاحساس ديالك وانت كتأذن في وسط مجموعه كبيره ديال الهولنديين اللي اصلا ما كيعرفوش بزاف على الدين الاسلامي يعني وتبدعهم بالصوت ديالك؟ هو في الحقيقة يعني الطلب مني باش نشارك في هذا البرنامج هذا كان شرف، لأن هذا البرنامج هذا يعني في ذيك الوقيته كان برنامج يعني كبير ومعروف. في نفس الوقت كان تكليف، لأن كنت كنحس بالمسؤولية، لأن هذا البرنامج هذا معروف بأنه برنامج ترفيهي، يعني ترفيهي بحت. فكنت شوية يعني متخوف واش غادي ياخذوا هاد المشاركه هذه مع الاذان غادي ياخذوه سيريو. فانا يعني تفاجأت بالطريقه اللي تعاملوا البرنامج، اللي تعاملت البرنامج معايا. يعني شفتي الفيديو كله غادي تسمع المقدم ديال البرنامج غادي يطلب من الجمهور باش يركزوا في ديك الوقيته اللي انا غادي نكون فيها كنأذن فيها، يعني احتراما لهذه الشعيره التي تسمى بشعيره من شعائر الاسلام والمسلمين في هولندا. فهو يعني خدا واحد المبادره باش يوضع واحد السياق محترم لهذه المشاركه هذه. البنت اللي علمتيها الاذان واش كنت علمتيها قبل او لا كان مباشر؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، واش كتظن بان يعني ماشي غريبه ان فتاه هولنديه هي اللي تطلب يعني تاخذ الاذان ماشي راجل؟ بالنسبه لك كانت غريبه ولا عاديه؟ هو اولا البرنامج برنامج يعني لايف،
يعني مباشر. ثانيا انا البنت ما كنتش كنعرفها، واول مره كنشوفها على البلاطو. هو مزيان المشاهدين باش يعرفوا ان التركيبه ديال البرنامج هو ان عندهم واحد المقطع في البرنامج كيحاولوا باش يحققوا الامنيات ديال الناس. فالناس كلهم كيصيفطوا الامنيات لهذا البرنامج هذا، ومن بينهم هذه البنت هذه مشات لتركيا، وملي مشات لتركيا عطله وكتسمع الاذان في هذا، يعني فقدمت الامنيه للبرنامج، والبرنامج حاول باش يلبي لها هذا الطلب هذا. فلما انا وقفت في المنصه يعني اعطيتها واحد النبذه يعني صغيره على الاذان، وبعد ذلك خرجنا يعني وراء المنصه ودرنا واحد سبيد كورس كما يقولون، يعني واحد الكورس سريع على الاذان باش هي تعلموا ويعني ولقنت لها الشهاده كيفاش تقول الشهاده وكيفاش يعني كيفاش تأذن، يعني حتى تعلمت داك الشيء بطريقه يعني، وكنت كنتعجب يعني بطريقه يعني سريعه، واخا النطق كان شويه فيه هذا، ولكن هذا كله يدخل في اطار البرنامج. يعني واخا شويه ديال النطق ديالها ما كانش هو هذاك وجعل الجمهور شويه كيضحك وهذا، يعني كان شويه ديال، فكان الجو كان جميل. الكلمه ديالك الاخيره للمشاهدين ديال إميرو 24؟ والله يعني المشاهدين ديال إميرو 24 يعني من خلالكم كنشكركم، الناس اللي شاهدوا الفيديو والناس بزاف اللي علقوا على الفيديو، يعني كنشكركم على هذا التفاعل ديالكم مع الفيديو هذا، وكنحسوا بالشرف كهولندي مغربي اللي ساكن وتولد هنا في امستردام، واللي كيحاول باش يشرف الوجه ديال الاسلام والمسلمين هنا في هولندا. وكان فرح ملي كنشوف التفاعل ديال المشاهدين لهذه المبادرات هذو، فكنشكركم بزاف حتى نتوما الطاقم ديال إميرو 24، وان شاء الله الى اللقاء في لقاء قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. حفظكم الله. الله أكبر الله أكبر الله